السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دلوقتي هنتكلم عن الshocking child. يعني ده طفل بلع حاجة، وعلى حسب الحاجة ديّة بقى هي وصلت لحد فين، هو وحظه. في الhistory الأم هتقول لك إنه كان بيلعب بحاجة وفجأة شرق ومش قادر ياخد نفسه. هتتكلم مع الولد هتلاقيه مش عارف يرد عليك، كمان هتلاقيه بيكح وصوت الكحة ديّة متغير، هتلاقي وشه مزرق. باقي الأعراض بقى هتختلف، هو الطفل ده لما بلع الحاجة ديّة دخلت فين بالضبط. يعني مثلًا لو دخلت في الlarynx هتلاقي عنده hoarseness of voice، هتلاقي صوته متغير، كمان بيكح هتلاقي عنده dyspnea wheezes يعني بينهج وصدره بيزيق. أمّا لو دخلت في التراكية فهتلاقي عنده chest pain، هتلاقي صدره بيوجعه. أمّا لو دخلت في الإسوفيجاس فديّة دخلت بقى كده بعيدًا عن مجرى التنفس، هتلاقي هنا عنده صعوبة في البلع dysphagia وهتلاقيه vomit بيرجّع. لو جينا بقى للexamination هتعد الrespiratory rate هتلاقي عنده respiratory distress، هتسمع الchest بتاعه. لو الobstruction ده أو الجسم الغريب ده دخل لحد البرونكوس هتلاقي فيه unilateral wheezing، وكمان هتلاقي فيه decreasing في الساوند بتاع البريست. لو على مستوى اللارynx هتلاقي فيه stridor، وزي ما قلنا هتلاقي فيه hoarseness of voice. كمان ما تنساش في examination تبص على وشه هتلاقيه cyanosed، هتلاقي وشه مزرق. نيجي بقى للinvestigations. الinvestigations اللي هتعملها له بيقولك إن الinvestigations اللي هتقولها له ديّة أو اللي هتطلب منه يعملها دي بتعملها لمّا الطفل يكون cooperative متعاون وكمان stable، بنعملها بس عشان نعمل confirmation للdiagnosis. طيب بتطلب إيه؟ بتطلب X-ray على الchest anterior posterior view، و لو لقيت الrespiratory distress بتاعه severe فبتطلب منه EPG. طيب إحنا دلوقتي عملنا الinvestigation وعملنا confirmation للdiagnosis وخلاص اتأكدنا إن الطفل ده بالغ حاجة، هنخرجها إزاي؟ قالك برضو ده على حسب الseverity بتاعة الحالة. يعني لو الحالة moderate الطفل ده stable كده، الطفل ده يقدر يكح، فانت هتخلي الطفل ده يكح، هتخليه يكح لحد ما الobstruction ده يطلع او الجسم اللي سادد المجرى التنفس عنده يتحرك، تمام كده. طيب لو هي الحالة severe والطفل ده أصلًا unconscious مُغمى عليه، هتعمل له basic life support، هتستدعي النايب وهتبدأ تنيّم الطفل على أرض مستوية، و هتفتح بُقّه لو لقيت أي جسم غريب بصباعك كده هتشيله، وهتفتح مجرى التنفس وهتدّي له 5 rescue breaths اللي هم 5 قُبُلات حياة. لو ما استجابش بقى هتشتغل CPR. طيب لو الطفل ده كان conscious أيوه بس هو مش قادر يكح، هتعمل إيه؟ هتعمل له back blows أو abdomen thrust أو chest thrust. اللي هو إزاي ده؟ الback blows ديّة بتكون على حسب السن، لو هو infant يعني طفل عمره من 0 لسنة، ده بتميّله كده على بطنه بحيث راسه تكون مميّلة لقدّام، تكون downward. بالهيل بتاع إيدك اللي هو كَف إيدك نَفْسه من ورا الأصابع كده، هتدّي له 5 back blows، هتخبطه بإيدك كده على ضهره كإنّك بتطلّعه لقدّام. فين بالضبط على ضهره؟ بين الplates بتاعة الshoulder، يعني على الضهر من فوق كده من بين اللي هم عضمتين بتوع الكتف دول، تمام. طيب لو هو child يعني سنه أكبر شوية مش هتعرف تنيمه كده، هتوقفه قدامك وتخليه مايل لقدام شوية، مايل براسه وجسمه، وتسنده بإيدك وتخبط برضو من ورا ال5 خبطات دول في نفس المكان. طيب لو ما اتحسنش هتعمل chest thrust أو هتعمل abdominal thrust. امتى اعمل chest وامتى اعمل abdominal؟ الchest ده لو هو infant هتعمل له 5 chest thrust. ازاي؟ هتخلي الطفل supine، هتضغط بالهيل بتاع ايدك برضو اللي هو كف ايدك من ورا، هتضغط على النص اللي تحت بتاع الاسترنم، عظمة القص ديت النص او الجزء التحتاني منها هتضغط عليه لفوق كده كأنك بتزق حاجة لفوق، تمام. لو الطفل كبير شوية يعني أكبر من سنة يعرف يقف هتعمل له abdomen thrust. إزاي؟ هتوقف الطفل قدامك وتقف وراه، تلف دراعك على وسطه كده بحيث إن هو يكون فوق الأمبلايكس وتحت القفص الصدري بتاعه. هتفضل بقى تضغط على بطنه. إزاي؟ هتضغط بالفيست
fist of your hand. ايه الfist of your hand ده؟ اللي هو هتجيب صباع الثumb بتاعك هتطبقه على كف ايدك، وبعد كده هتجيب باقي صوابعك تطبقها عليه، تمام. بعد كده تجيب الناحية الميديال من ايدك وتفضل تضغط بيها على بطن الولد كده كأنك ايه اللي هو بتزق حاجة اللي جوه والفوق في نفس الوقت، تمام كده. طيب لو ما تحسنش هتعمل ايه؟ هتعمل الاتنين سوا، البلو باك والابدومينال ثراست. طيب هتفضل تكمل كده لحد امتى؟ لحد العيان ما ياخد نفسه بشكل كويس او يكح ويطرد الحاجة اللي سدله النفس ده. انا عارفة ان الحاجات ديت اللي هو ايه صعب ان انتوا تتخيلوها شوية، انا هسيب لكم لينكات فيديوهات كويسة وشرحهم كويس، هسيبها لكم تحت في الوصف، ادخلوا شوفوها وهتلاقوا التكنيك سهل جدا. وانا كده خلصت. هي كانت يعني جزئية صغيرة وبسيطة، اتمنى تكونوا استفدتوا. الباوربوينت هتلاقوها على قناة التليجرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.